النهاردة هنتكلم عن مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون. ولد توت عنخ آمون في حوالي عام 1341 قبل الميلاد، وكانت فترة ولادته مضطربة سياسيا ودينيا في تاريخ مصر. أثبتت تحاليل الحمض النووي أنه ابن الملك إخناتون ملك التوحيد. نشأ توت عنخ آمون وقضى طفولته المبكرة في تل العمارنة العاصمة التي بناها والده. تولى العرش وهو صبي لم يبلغ 9 من عمره. قضى 10 سنوات يحكم مصر. عندما اكتشفت مقبرته عام 1922 كانت هي المقبرة الوحيدة التي اكتشفت كاملة وبها جميع القطع الملكية كاملة، والتي تقدر ب5000 قطعة، ما بين قطع ذهبية وقطع مطلية من الذهب وتوابيت ومومياء الملك وقطع كثير ومقتنياته الاستخدام اليومي ومقتنياته في العالم الآخر ومقتنيات كثيرة جدا أكثر من 5000 قطعة. وهذه الصور الموجودة هي عبارة عن شرح وتصوير لبعض مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون. استمتع وشاهد بهذا الكنز الذهبي للملك الذهبي توت عنخ آمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم في فيديوهات قادمة. إذا أعجبكم الفيديو نرجو المشاركة والدعم بلايك وتفعيل زر الاشتراك. في رعاية الله، استمتعوا. السياح بتاعت العالم كلها وقالوا لي ده عند الاوضه بتاعتك خلوه يطلع يجي ما يقدرش يخش. يعني بدايه الدوله الوسطى انت برضه نفس الحوار. ستيل انت برضه في الاخر انت يقعد يقول لي لا او مش لا، اقول له بص هي دي حضارتنا ودي ارضنا، عارف تاخدها تعالى خدها. هات جيشك وحد ارضك الاول وبقى تعالى هات جيشك وتعالى خدها بالعافيه.